السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة الرز بتاع السمك اللي هو رز الصيادية. هنقول في الفيديو كل أسرار رز الصيادية باللون والطعم وريحة أشهر المطاعم وأحسن المحلات بتكات بسيطة جدا، هتكوني فيه أستاذة. كلنا بناكل الرز من المحلات بتاعة السمك، وبنبقى مبهورين بطعمه وريحته. انا هخليكي تعمليه في البيت وبأقل التكاليف وبأبسط الطريقة، أبسط طريقة زي رز المحلات بالظبط، اللي هو رز الصيادية أو رز السمك، وفي ناس بتقول عليه الرز البني. وهيبقى معانا هنعمله حتى لو ما فيش سمك وعايزة تعملي رز صيادية هتعمليه، مش شرط ابدا يبقى عندك جمبري او قطع سمك. يلا بينا بقى مع بعض هنقول المكونات بتاعه رز الصيادية او رز السمك او رز البني. هيبقى معانا كوبايتين رز. طبعا انت ممكن تزودي تقللي، بس انا هقول المقدار بتاع كوباية الرز عليها كوباية مية. تمام. ولو انت بتغسليه هتحطي كوبايتين على كوبايتين، كوبايه على كوبايه. لكن لو انت ما بتغسليهوش بعد ما بتعايري الميه على قد عدد كوبايات الرز بتزودي نص كوبايه. ليه؟ علشان خاطر هو مش مغسول ويبقى معاكي ما يشربش الميه بتاعته بسرعه، يبقى لسه ما استويش. اللي هيطعم لنا بقى الرز بتاعنا الحلو ده، هنبقى معانا شويه توابل كده بقى حلوين، هندلعه اخر دلع. معانا ايه؟ معانا بصلتين كبار، بصلايه بيضه وبصلايه حمراء. ليه مش هنحط نوع واحد؟ لان الاتنين كل واحد فيهم ليه مذاق كده ونكهه حلوه، لما بنحط الاتنين على بعض بتدينا تطعيمه حلوه قوي. التوابل بتاعتنا معايا معلقه كبيره كركم، معلقه كبيره كمون، معايا معلقه صغيره توم باودر، بصل باودر، ربع معلقه فلفل اسود، الملح بتاعي طبعا. ومعايا بقى التركايه الحلوه اللي هتظبط لي البصله بتاعه الرز، اللي هي معلقه سكر كبيره. ومعايا بقى طماطمايه كبيره كده او اتنين وسط، بتبشريهم او بتضربيهم في الكبه. مش عايزاهم يبقوا مضروبين في الخلاط يا جماعه، انا عايزاه، شايفه السمك؟ انا عايزه كده. خلاص هنروح بقى مع بعض على البوتاجاز ونشوف هنعمل رز الصيادية او رز السمك او الرز البني اللي هو زي المحلات واحلى. هيتعمل ازاي؟ دلوقتي انا بقى هحط حلة على النار فيها حوالي 4 معالق زيت كده كبار. انا عايزة الرز بتاعي يبقى مفلفل ومش معجن. هنعمل ايه؟ هننزل بالبصل الابيض والاحمر الاتنين مع بعض، وهنزل بمعلقه السكر لما هينزل على البصل هيخلي لونه مكرمل ذهبي جميل مش محروق. لو انت ما حطيتيش البصل هيغمق معاكي، ما حطيتيش السكر هيغمق معاكي طبعا البصل، لكن مش هيبقى بشكل البصل المكرمل. انا عايزاه يبقى متكرمل، يعني يديني اللون الذهبي الحلو، وفي نفس الوقت هيأثر على الرز بتاعي ويخليه طعمه تحفه. طبعا انت كل شويه بتقلبيه عشان يتظبط معاكي اللون، ما يبقاش حته جزء من البصل اغمق من الجزء التاني. اهو كده بدأ يتكرمل معايا. انا طبعا عماله بقلب فيه عشان مش عايزاه يتحرق، انا عايزاه يبقى اللون الذهبي الجميل الحلو قوي ده. وهنعمل ايه بقى؟ اهو كده خلاص كده. هنعمل ايه؟ هننزل بالتوابل كلها والطماطم طبعا. انتوا لو واقفين معايا دلوقتي هتشموا بقى ريحه التوابل مع البصله دي. شايفين اللون يا حبايبي؟ هو بيبقى كده. هنعمل ايه؟ هننزل بقى بالرز بتاعنا
انا غسلاه زي ما قلت. هننزل بيه. انا بقلب بقى الرز كده. اول ما هي يتشمع معايا انا هنزل بقى بمقدار الميه. الميه لازم تبقى مغليه، ما بنحطش الميه بارده، نحطها مغليه. وبعد ما بنحط الميه بنشوف الملح بتاعه حلو ولا عايز رشه كده خفيفه. هنزل بقى بمقدار الميه تمام كده. طول ما الرز عليه ميه كده انا ببقى معليه العين بتاعه البوتاجاز اهو، شرب الميه بتاعته كلها. انا بقى هحطه على نار هاديه وتحتيه كمان الشياط. شايفين لونه؟ هو بقى ده اللي هيبقى مديله الطعم والنكهه الحلوه، التوابل اللي اتحطت. هغطي عليه بقى وموطيه العين وحطها على الشياطه، ولما يستوي هوريكم. خلاص الرز بتاعنا استوى، شايفينه ما شاء الله مفلفل ازاي. هغرفه بقى في الطبق وهيبقى احلى رز صياديه. شايفينه ما شاء الله عليه، لونه وطعمه وريحه ومفيش بعد كده. هغرفه بقى في الطبق بتاعي. زي ما انتوا شايفين بقى انا غرفته. لونه وطعمه جميل جدا. ممكن انت لو بتحبيه حار شويه بتحطي الفلفلايه الحلوه دي مع التتبيلات اللي حطيناها في قلب الرز. ده بقى الرز اللي هو الصياديه او الرز البني او رز المحلات الجميله بسرها وخلطتها ونكهتها. هيتعمل في البيت بأقل التكاليف. انت بتقدميه مع السمك، مع اي مأكولات بحرية، هيبقى معاكي حلو قوي وطعمه تحفة وريحته تجنن، وزي المحلات وبأقل التكاليف، ومش هيكلفك ولا هتتعبي ولا هتغرمي. زي ما انتوا شايفين كده، قمر قمر قمر. مفيش بعد كده سمك رز صيادية. زي ما قلت في الفيديو بتقدميه مع المأكولات البحرية كلها، مش شرط السمك او الجمبري. لو الطريقة بتاعت النهاردة عجبتكم والوصفة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يدعمني ويشترك ويحط لايك على الفيديوهات ويشيرها. قناة ملذة وطاب هتلاقوا فيها أجمل الوصفات وألذ الأكلات. استنوني في فيديو السمك المقلي المقرمش زي المحلات وأحسن. سلام عليكم.